هل في إمكانية إن إحنا نحول أي شعور سلبي لسلام داخلي أو سعادة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، ويلا بينا نبدأ. أول ما بنحس بأي إحساس وحش، سواء كان حزن أو غضب أو خوف، على طول بشكل لا واعي بشكل تلقائي عقلنا الباطن بيفكر إنه يجري. خلاص في إحساس وحش فأنا عايز أجري على طول. في حاجتين إحنا محتاجين في الأول نعرفهم عن المشاعر. أول حاجة إن دي حاجة غير واعية، المشاعر دي عمليات لا واعية، يعني إحنا ما نقدرش نتحكم فيها بشكل مباشر زي مثلا النوم أو التنفس. الحاجة التانية والأهم والأخطر إن المنطقة اللي في المخ المسؤولة عن المشاعر، أو المنطقة الأساسية المسؤولة عن المشاعر اللي هي اسمها الأميجدلا بغض النظر عن اسمها، دي لما بتشتغل العلماء لقوا إن المناطق بقى اللي مسؤولة عن التفكير والإدراك والمنطق بتقل أو بتتعطل، أو بمعنى أصح المنطقة دي اللي هي الأميجدلا بتاعت المشاعر بتتحكم بقى في التفكير والإدراك والمنطق والتخيل، وبالتالي التفكير بيبقى عبارة عن تكملة للشعور اللي انت حاسه، يعني عبارة عن مشاعر ولكن متجسدة في كلام، تفكير، أفكار. بس الخبر الحلو إنك في الحقيقة مش مضطر تعيش في النمط ده أو في الدائرة المفرغة دي. انت ممكن تتحكم في تفكيرك، لأن أصلا التفكير مش من المفترض ان هو يكون حاجة غير واعية، لا التفكير ده المفروض تكون حاجة واعية. يعني زي مثلا ايديك وجسمك، انا اقدر احركهم بشكل واعي. تفتكر لو حد مثلا وهو واقف بيتكلم معاك عادي لقيت ايده بتعمل كده لوحدها وانت مش فاهم هي بتعمل كده ليه، دي بتبقى حاجة طبعا مش طبيعية، صح؟ طالما حاجة غريبة جدا ان الواحد يحرك جسمه او جسمه يتحرك بشكل لا ارادي، فبالتالي المفروض نقف ونقول لا، احنا لو فكرنا بشكل لا ارادي برضو تبقى فيه مشكلة. مخنا بقى متبرمج على ان في بعض المشاعر ليها اكواد معينة هو مصمم انه يكرهها ما يحبهاش. طبعا انت اكيد ممكن تخمن زي ايه، زي الخوف والقلق والغضب والمشاعر دي هو متبرمج انه ما يحبهمش، ومتبرمج ان في مشاعر تانية حلوة عايز يعني يحس بيهم طول الوقت، اللي هي مثلا زي الفرح والمتعة. فبالتالي المشاعر دي بتخدم كأنها بوصلة داخلية عشان المخ يعرف يروح يعمل الفعل ده ولا لا. الفعل ده لو مفيد هعمله، مضر مش هعمله. لاحظ هنا ان الفعل الكويس بالنسبة لمخك، مخك عشان يحب يعمل فعل معين فهو لازم يكون بيسبب متعة دلوقتي، غير كده هيبقى تقيل عليه ومش هيحبه. والعكس، لو في فعل بيسبب ألم دلوقتي مش هيعمله حتى لو هو مفيد. عشان كده بيبقى صعب على الناس انها تبدأ تتمرن او تتدرب لأول مرة، وبس بيبقى سهل جدا انها تبدأ تعمل حاجة مضرة لأول مرة، لأن الحاجات المضرة زي التدخين مثلا تبقى حاجة ممتعة في لحظتها، فبتبقى سهلة جدا على المخ. عقلك الباطن لا يدرك الزمن، مفيش مفهوم الوقت جوه عقلك بالنسبة له في دلوقتي بس. وهنا بقى المشكلة بتبدأ ان ده ممكن يوحلنا ان في مشاعر حلوة ومشاعر وحشة، صح كده؟ لا، في الحقيقة هو مش صح كده. مشاعر كلها نفس النوع، ولكن زي ما قلت لك في مشاعر متبرمجة انها تكون وحشة ومشاعر متبرمجة انها تكون حلوة. ودي نقطة خطيرة جدا، لان احنا لو مش واعيين للبرنامج ده هنبدأ ان احنا نعيش على طول واحنا بنطارد او بنجري ورا كل المشاعر الحلوة، وبنهرب من او بنقاوم كل المشاعر الوحشة، وطبعا ده بيسبب عدم رضا دائم ومعاناة. طيب كده احنا فهمنا، اعتقد ان احنا فهمنا اساس المشكلة. الحل بقى نبدأ نعمل ايه؟ الحل يا سيدي بيتجسد في خطوتين. الخطوة الاولى هو ان احنا نخلي البرنامج اللي انا حكيت لك عليه ده، اللي هو البرنامج اللي بيشتغل بدون وعي مننا، نخليه واعي. بمعنى ايه؟ بص يا سيدي، في فرق كبير جدا بين اني اقول انا غضبان وبين انا حاسس بغضب او في غضب جوايا. الاولى بتشير الى اني لما انا اقول لك انا غضبان كده بقيت انا والشعور واحد، انا هو الشعور. فلما تحط هويتك في اللي انت حاسس بيه هتبدأ كل حاجة فيك انت بكل كيانك هو الشعور بس، فيبدأ الشعور ده يستحوذ عليك وعلى تفكيرك وعلى جسمك وعلى كل حاجة. فتلاقي نفسك مثلا ممكن تفوق فجأة من الغضب
وتقول ازاي انا قلت كده او ازاي انا عملت كده. ولكن بقى لو استخدمنا الطريقة التانية اللي هي اني اقول بدل ما كنت بقول انا غضبان او انا خايف او انا قلقان، لو قلنا انا حاسس بكذا، هنا انا فصلت بيني انا وبين الشعور اللي انا حاسس بيه. طب ده يفيدنا بايه؟ ده يفيدنا ان ساعتها لاول مرة هنبدأ نشوف الشعور كحقيقته زي ما هو، مجرد شعور، انا اهو والشعور اهو. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية هو إنك تقبل الشعور ده أيا كان نوعه، أيا كان هو إيه، وما تقاوموش. تحتاج كمية كبيرة جدا من الوعي أو الانتباه عشان تفضل ثابت وباصص على الشعور مهما كان نوعه. في الوقت ده من الحاجات المهمة اللي تساعدك إنك تتنفس. ركز بس على نفسك، لأن تركيزك على النفس هيزود الوعي اللي انت محتاجه علشان تفضل ثابت في مواجهة العاصفة دي اللي هي بتاعت الشعور. افضل ثابت وحس بالإلحاح اللي جواك، هتحس ان حاجة بتزقك من جوه انك تاخد فعل معين يزود الإحساس ده. بس ابتسم وافضل اتنفس وما تعملش اي حاجة، زي بالظبط ما قلنا في الفيديو بتاع ازاي نحول الملل لمتعة. احتمال كبير جدا برضو ساعتها هتلاقي عقلك يعني هايج جدا بأفكار يعني صعبة جدا أو قوية جدا مسيطرة عليك عشان تزود الإحساس ده. اعرف إن عقلك هو بيعمل كده لمجرد إنه المشاعر هي اللي مسيطرة عليه. زي ما قلت لك في الأول، المنطقة بتاعة المشاعر اللي في المخ نشطة جدا لدرجة إنها موقفة المناطق المسؤولة عن التفكير أو المنطق أو الإدراك. اعرف إن كل التعليقات اللي مخك بيعملها وإنت حاسس إحساس معين، وكل التفسيرات وكل وجهات النظر اللي شغالة في دماغك، وشكل العالم برضه وانت حاسس احساس معين، كل ده مش حقيقة. كل ده مصبوغ او متفلتر بشكل او لون الشعور اللي انت حاسس بيه. لو انت منفعل جامد، غضبان جامد، فانت خلاص مش شايف الواقع زي ما هو، انت عايز بس تشبع الغضب. لو حزين، خلاص كأن الدنيا بقت سودة. طب انا يا نادر اقبل شعور متعب زي كده ازاي، او شعور مؤلم زي كده ازاي؟ عن طريق انك تعرف وتفكر نفسك ان ده ليس الا مجرد برنامج شغال جوه عقلك بس. فكل اللي هنعمله ان احنا نبتسم لعقلنا ولجسمنا ونفهمهم ان احنا مش محتاجين خلاص البرنامج ده، احنا مش مضطرين ومش محتاجين نعيش كده، مفيش خطر بيهددنا خلاص. انا شايفك يا عقلي وقابلك زي ما انت، وما عنديش مانع اسمع كل اللي انت بتقوله. زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات برضو بتاع الملل، اسمع عقلك واستوعبه كأنه طفل صغير صوته عالي ومزعج، بس مازال طفل صغير وانت بتحبه. فايا كان اللي عقلك بيقوله، ايا كان اللي احساسك بيقوله، يعني مثلا انا هعرفه ازاي يعمل كده، او ليه الدنيا وحشة كده، او ليه الدنيا جاية عليا كده. ايا كان اللي احساسك بيقوله او اللي عقلك بيقوله، مش ده الحقيقة، فابتسم لهم. ولو انت حاسس بحزن، قول لنفسك اوكي انا حاسس دلوقتي بحزن وما عنديش مشكلة ان انا اكون حزين دلوقتي. انا قلقان، حاسس ان قلبي بينبض بسرعة، ما عنديش مشكلة ان احس بالقلق ده دلوقتي، مش هعمل اي حاجة عشان اهرب منه. انا دلوقتي حاسس بقلق جوايا، او حاسس بخوف، او حاسس بايا كان، حتى لو مش سعيد. ما عنديش مشكلة ان اكون تعيس دلوقتي او مش سعيد دلوقتي. اللي بيحصل انك بتكون جواك طاقة وعي وطاقة تقبل وطاقة سلام. خلاص، ما هو انت ما ينفعش في طاقة التقبل دي تعيش اي طاقة تانية. الغضب مش هيقدر يعيش في وسط طاقة التقبل دي، ايا كان بقى الغضب او القلق او الخوف، فهيموت. مفيش اي احتمال تاني، هيموت. كل اللي انت المطلوب منك تعمله انك تحافظ على طاقة التقبل دي. فلو انت حاسس بتعاسة، السبب الاساسي مش ان في حاجات بتخليك تعيس، ولكن انك مش حابب تكون تعيس، انك بتجري من انك تكون تعيس او مش مبسوط. اول ما تقول لنفسك اوكي انا مش مبسوط، ما عنديش مشكلة، مش متضايق ان انا مبسوط، يعني هجرب ان انا اكون تعيس النهاردة، هتلاقي نفسك في ثانية التعاسة راحت، وفجأة لقيت نفسك فرحان من غير سبب، لان الوعي ده
احساس ده من السلام الداخلي، اللي هو زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات برضو، سعادة من غير سبب. بس طبعا التجربة اللي انا لسه شرحها لك من شوية دي، يعني دي خبرة او موضوع مش لذيذ انك تقعد مركز او واعي للألم اللي جواك او الشعور المؤلم اللي جواك، مش حاجة حلوة، ولكن مش هتقتلك يعني. واحيانا زي ما انت عارف بنضطر ناخد دواء مؤلم شوية او طعم وحش عشان نخف. فانا شايف ان ده العلاج لو انت خلاص وصلت لمرحلة انك مش قادر من كتر ان انت حاسس انك طول عمرك مش سعيد ومش فاهم ليه، وحابب انك تعمل حاجة بخصوص الموضوع ده. اتمنى يا رب ان اللي قلتهولك في الفيديو ده وانت تطبقه يقدر يساعدك. افتكر دايما ان الألم مجرد برنامج. انا نادر رجب، بشكرك جدا جدا على المشاهدة، واشوفك في الفيديو الجاي، وسلام.